ايه رايك في انتقال بن شرقي للاهلي؟ انا بحبه بس يعني ايه معرفش كانش لازم يعملها. زعلان انت شكلك؟ اتفاجئت برضو وزعلت بس خلاص بقى الصفقة مفاجأة يعني اتضايقنا شوية. ما اعتقدش ان زيزو ممكن يعمل حركه زي كده. لا متاكد؟ هو بس اتفاجئني متاكد؟ لا متأكد ان شاء الله. الله اعلم. اي لعيب بيجي احنا اللي بنعمله. يعني انا شفت بوست الصبح كده بيتكلم ان الفيوز بتاعت الفيديو بتاعت انتقال بن شرقي للاهلي مش عارفه عامله كام الف، 60 مليون تقريبا. واحنا اول ما جه كان عامل كام الف. احنا اللي عملنا بن شرقي، احنا اللي خلينا الفيوز دي تبقى بالشكل ده عندهم. يعني بن شرقي لما جه ما كانش حد يعرف بن شرقي ده لعيب مش ابن النادي. ولعيب بيلعب عشان فلوس، واللعيب اللي بيلعب عشان فلوس ده ربنا ما بيكرموش تماما. يعني انا هقول لك في الصوره قول. ابيض وبخطين حمر وهيفضل في قلبي طول العمر. انا قلت بن شرقي، قلت امام، لا. قلت لعيب كوره. لا. انا بشجع نادي الزمالك والجمهور اللي بيفهم يقول لك كده. والله صدمة قوية لجمهور الزمالك بمرض الله يعني. طبعا زعلان. انا اكيد زعلت في الاول، بس يعني بعد كده الزمالك ما بيقفش على حد، وزي ما عمل بن شرقي يعمل غيره كتير يعني. الزمالك جاب بن شرقي وهو من الدرجه الثانيه. طب صدمه امام ولا صدمه بن شرقي؟ انا اتضايقت اكتر من بن شرقي بصراحه. ياما ناس كتير راحت النادي الاهلي وزي ما احنا شايفين وعارفين ان ما بيكملوش، زي مثل كهربا ومثل امام عاشور مش هيكمل ان شاء الله في نادي الزمالك، ومن قبلهم صبري رحيل، ومن قبلهم محمد صديق وناس كتير قوي ما نفعتش مع النادي الاهلي.